كلنا عندنا في حياتنا ذكرى حلوه، مثلا لما كنت بتلعب في الشارع مع اصحابك استغمايه وانت فاصلين عواميد النور، او اول يوم مدرسه وانت لابس فيه كوتش جديد وشنطه توي ستوري. بس تخيل لو عندك ذكرى عباره عن فيلم لو تتفرج عليه يرجعك بالزمن 10 سنين ورا، وهو بالتاكيد فيلم ذا ثورة. بصراحه الفيلم ده بالنسبه لي كان مميز جدا عشان كنت بتفرج عليه من غير ما حتى اقرا الترجمه، حرفيا ما كنتش فاهم اي حاجه من الفيلم، كنت مبهور بس بمنظر الفضاء والخناق اللي كان بيحصل بين الاخين الصغيرين دول. الفيلم بيبدا بطفل اسمه داني هو قاعد على سلم بيته بيتفرج على اخوه اللي اسمه وولتر وهو بيلعب مع ابوه، وحرفيا ممكن اسامي المشهد ده بالهدوء ما قبل العاصفه. بس فجاه اثناء اللعب ابوه بيقول له يلا كفايه عليك لعب كده، انت هتصاحبني ولا ايه؟ انا بصراحه عندي مشكله مع الولد ده ولحد دلوقتي انا مش قادر افهمها. كلنا عارفين ان الولد ده هو نفسه اللي كان في فيلم بريدج تو ترابيثيا، وحرفيا كان بيتعامل في الفيلم ده اسوأ معامله ممكن تشوفها في حياتك كلها. اتولد وسط عيله فقيره، ابوه ما كانش بيحبه والبنت الوحيده اللي كان بيحبها ماتت، وبرضه في الفيلم ده تقريبا كان بيتعامل بنفس الطريقه، ابوه مش طايقه ومش بيسمعه ومش بيلعب معاه، ودايما هنلاقيه بيعامل الاخ الصغير احسن منه في كل حاجه، بنلاقيه بيلعب معاه دايما طول الوقت، مش بيسيبه زعلان، بيهون عليه ويدافع عنه، وبسبب التفرقه في المعامله دي هنلاقيهم دايما بيتخانقوا مع بعض في اي حاجه. وعشان كده في مره ابوهم زعق لهم هما الاثنين. المهم داني بعدها بيترجى اخوه ان هو يلعب معاه، بس اخوه بيرفض، وبصراحه انا مش لاقي اي مبرر عشان ما يلعبش مع اخوه الصغير، عشان انا لو كان عندي اخ صغير كنت هحتويه وهسمع مشاكله والعب معاه واخليه يسمع كلامي ويجيب لي طلبات، ولكن انا لو كنت بعامله بنفس الطريقه اللي وولتر بيعامله بيها دي حرفيا كان ممكن يجيله عقده نفسيه او ممكن يجيله توحد بسببي. وطبعا عشان الاب ده شخص مهم جدا جدا ومش فاضي وعنده اجتماعات بيضطر يسيب البيت ويمشي، بس يعني قبل ما يمشي ويسيب البيت بيروح لبنته الكبيره اللي اسمها ليزا عشان يحملها مسؤوليه البيت، وبيقول لها لو هيسيب البيت لفتره ولازم تخلي بالها من البيت. عن نفسي انا ممكن ادي اي حد في العالم مسؤوليات ما عدا البنت دي، عشان البنت دي مرعبه، البنت دي خطر على اي طفل وحرفيا ممكن تعرض حياته للخطر. عشان لما ابوها كان بيكلمها على انها تخلي بالها من البيت كانت بتقول له لا انا مش هعرف. طب ليه؟ يعني اكيد في سبب مهم يخليكي ما تعرفيش تخلي بالك من البيت، صاحبتها مثلا ماتت فلازم تروح العزاء بتاعها، مشكله حصلت مع الجيران فلازم تروح تحل المشكله، بس لا، الحاجه المهمه هي انها نازله ديت في السينما مع حبيبها. يعني فوق انها حاجه غلط اللي هي تسيب اخواتها الصغيرين لوحدهم في البيت، بتقول اللي هي نازله ديت قدام ابوها، والاسوأ من ده كله ان ابوها كان متقبل الفكره دي عادي جدا. المهم بعدها بتطرد ابوها من الاوضه، يعني ما تستغربش منها لما تطرد ابوها من الاوضه. بعدها ابوها بيخرج من البيت وبيركب عربيته ويمشي، واول ما بيمشي ليزا بترجع تقفل شبابيك الاوضه وبتروح تنام. بس المشكله مش هنا، المشكله اللي هي انها بتسمع اغاني وهي نايمه. انا بس عندي سؤال مهم، هو في بني ادم طبيعي بيسمع اغاني وهو نايم؟ اللي انا اعرفه ان مثلا ممكن واحد يسمع اغاني في الجيم او يسمع اغاني وهو بيتمشى، بس في وقت النوم حرفيا انا لو نمت وسمعت بس صوت حد بيهمس جنبي او لو سمعت صوت الباب وهو بيتفتح انا ممكن وقتها اعمل مصيبه في البيت. بعدها كالعاده داني بيطلب من اخوه الكبير اللي هو يلعب معاه، بس اخوه بيرفض برضه. بصراحه الواد الصغير ده يعني بدا يصعب عليا، فكره ان اخوه ما يلعبش معاه تمام دي فكره مرعبه، بس الارعب من كده ان اخوه بيعمل معاه حاجات مش طبيعيه، زي مثلا في مره هما الاثنين اتخانقوا مع بعض قام جاب اخوه الصغير وحبسه في الاسانسير. كل حاجه في الفيلم بتبدا تتغير لما الواد الصغير ده بيطلع من الاسانسير وبيلاحظ قدامه لعبه شكلها غريب جدا، بياخدها معاه ويطلع لاخوه، وكالعاده اخوه بيرفض برضه اللي هو يلعب معاه، فداني بيفتح اللعبه وبيلعبها هو لوحده. داني بيلف المفتاح 3 مرات وبيدوس على الزرار، ظهر له رقم 5 وفي صاروخ بدا يتحرك، بعدها بتطلع له ورقه مكتوب فيها ان في نيازك هتبدا تيجي ولازم يبدا يهرب فورا، وفعلا بدات النيازك تنزل من السماء والتلفزيون فصل والبيت بدا يتهز بطريقه مرعبه وكل حاجه حواليهم بدات تتكسر. اللي معصبني اللي هم حرفيا قاعدين مكانهم وبيتفرجوا من غير اي رد فعل، يعني المفروض يهربوا بسرعه من البيت او مثلا ينزلوا تحت ترابيزه عشان يحموا نفسهم، بس انتوا عارفين يعني حتى لو هم عملوا كده ما كانوش هيستفادوا حاجه برضه، عشان بعدها بنعرف ان البيت اتحرك من مكانه وسافر للفضاء. بس يا علي سافروا للفضاء؟ مش فاهم. احب اقول لك ان اللعبه دي مش زي اي لعبه، مش كوتشينه مثلا، اللعبه دي ممكن تقول ان هي لعبه مسحوره، اي ورقه هتطلع لك هتتحقق. يعني لو لعبت مثلا ولقيت مكتوب ان جيفري إبستين هينزل من السماء وياخدك في رحله للجزيره بتاعته هتتحقق برضه. تمام دلوقتي بدات اخاف. المهم بيفتحوا باب البيت وبيلاقوا قدامهم كواكب ونجوم وصخور، اللي هو خلاص كده رسميا بقوا في الفضاء، بغض النظر عن ازاي في جاذبيه عادي في الفضاء وقادرين يتنفسوا، بس بصراحه لو انا كنت مكانهم كنت هتبسط جدا. اصل يعني فكر فيها، تخيل لو بيتك في الفضاء وتفتح باب بيتك وتلاقي كوكب زحل في وشك، حاجه حلوه، بس لا، عشان بنعرف ان اللعبه دي كابوس، اللعبه دي شبه السحر الاسود حرفيا. بيروحوا يصحوا اختهم وهنا اخيرا بتفتكر ان ابوها كان مش شايلها مسؤوليه البيت، وده بعد ما بقوا في الفضاء. بتسمع اخواتها وهم بيقولوا انهم بقوا في الفضاء وفي نيازك نزلت على البيت وحياتهم كلها بقت معرضه للخطر ممكن في اي وقت يموتوا، بس اختهم بتقول لهم في الاخر ما دام ما حصلش حريق في البيت يبقى كده كله تمام. قامت قافله الباب في وشهم. والتر وداني بيلعبوا اللعبه تاني، بيلفوا المفتاح 3 مرات، بيدوسوا على الزرار الكارت بيظهر، واول ما بيظهر بيلاقوا الحمام فجاه بيتجمد
محمد واختهم جوه. الحمد لله يا رب، الحمد لله. والتر وداني بيتوتروا، ما بيكونوش عارفين يعملوا ايه، فبيروحوا يولعوا فيها. لا بهزر، بس كان نفسي بصراحه. بعد ما بيقراوا تعليمات اللعبه بيفهموا ان عشان يرجعوا لكوكب الارض لازم يخلصوا اللعبه كلها ويكسبوا فيها. بيرجعوا يلعبوا تاني، بيلفوا المفتاح 3 مرات، بيدوسوا على زرار الكارت بيظهر، والمره دي بيظهر لهم روبوت ضخم عملاق، بس لا بيطلع في الاخر شكله صغنن وكيوت. اكيد طبعا مش يقدر يعمل لهم حاجه، ده صغير. بس فجاه الروبوت ده كانه بلغ مره واحده وبيطول ودراعه بيتمدد 5 متر لقدام تماما. اول ما شفت الروبوت ده قلت 100% هيعمل حاجات كارثيه، زي مثلا هو يطلع ليزر من عينيه يقسم البيت نصين، او يطلع صواريخ من ايديه. بس اللي بيعمله اخطر من كده بكتير، بيطير بسرعه وبيروح يخبط في الحيطه وبيتحشر جوه. وعشان يقدروا ينهوا اللعبه بسرعه كان لازم داني يلعب عشان هو اللي كان عليه الدور، بس المفتاح كان ضايع. ولما لقوا المفتاح اخيرا الروبوت قرر فجاه يطلع حاجه مصفحه مشرشره من ظهره، وبدل ما مثلا يحدفها على الاطفال او يعمل اي حاجه بيها شريره كونه يعني روبوت شرير، بيحفر بيها في الحيطه. بجد يعني انت غبي للدرجه دي؟ المهم بيفضل يجري ورا والتر لحد ما بيقرر من نفسه ويخبط في الحيطه تاني، بس المره دي طلع بره البيت خالص وفضل مكمل مع نفسه في الفضاء. تقريبا الروبوت ده ما عندوش خيار اللي هو يمشي يمين او شمال، هو بس يقدر يمشي في خط مستقيم، وانت وحظك بقى لو خبط فيك ولا حاجه. بيلعبوا تاني والمره دي بيحصل خلل في الجاذبيه، اختهم بتنزل من الحمام لحد الصاله وهي متجمده، وهنا بيحصل اغرب حاجه انا شفتها في الفيلم كله. تمام كلنا عارفين ان هي متجمده، والحل الوحيد لو اي حد عايز يفك اي حاجه متجمده بيطلعها من الفريزر ويحطها في اي مكان دافي، صح؟ المفروض يعني ده اللي يحصل. بس اللي عملوه الاثنين الاذكياء دول حاجه تانية خالص، بيرجعوها تاني الحمام المتلج وبيقفلوا عليها عشان تتجمد اكتر. بيقرروا بعدها ياخدوا بريك من اللعبه شويه وبيدخلوا المطبخ، والواد الصغير ده بيروح بعدها يعمل اكل. وانا مش مستغرب اللي هو طفل وبيعرف يعمل اكل، لا انا بس مستغرب ان المايه شغاله عادي وهم في الفضاء. بيلعبوا تاني وبيطلع لهم ورقه مكتوب فيها انهم هيجي لهم وحوش اسمها الزورجانز، ودول وحوش راكبين سفينه فضاء ضخمه بتلف حوالين البيت وبتضرب صواريخ من كل مكان. واللي لفت نظري ان الوحوش دي ضربت صواريخ في الحمام اللي ليزا محبوسه فيه، بس النار ما دخلتش جوه وليزا فضلت متجمده برضه. تقريبا المخرج ما كانش لاقي دور مهم للبنت دي فخلاها نص الفيلم نايمه ونص التاني خلاها محبوسه في الحمام. بيلعبوا تاني بس المره دي بتبقى اللعبه مختلفه. بيجي رائد فضاء اسمه مايك كان تايه في الفضاء لمده طويله، وده هنعرف قصته قدام عشان الراجل ده يا جماعه كلنا في الاخر حرفيا هنتصدم فيه. بيدخل لهم البيت وبيبدا يساعدهم وقال لهم عشان تقدروا تهربوا من الوحوش دول لازم تقفلوا اي حاجه بتطلع حراره، البوتاجاز، السخان، حتى النور بتاع البيت كله يتقفل. واول ما قفلوه فعلا الوحوش وقفت وبطلوا تدمير في البيت. وعشان يبعدوهم خالص بقى من قدام البيت جه الراجل ده ولع في الكنبه بتاعه الاب ورماها في الفضاء عشان الوحوش يروحوا وراها. وهنا الاطفال ما كانوش متضايقين من الصاله اللي اتخرمت من كتر النيازك ولا التلفزيون اللي اتهرس في الارض، الحاجه الوحيده اللي كانوا متضايقين عشانها بس الكنبه اللي اتحرقت، وعشان كده كانوا عاوزين الراجل ده يسيب البيت ويمشي. وبصراحه الشخص الوحيد اللي جه في بالي وقتها هو ابوهم. بجد انا مش متخيل شكله هو راجع من الشغل ويلاقي البيت كله مسحوب من الارض وطاير في الفضاء. السيناريو الوحيد اللي ممكن اتخيله انه ممكن يجي له مثلا سكته قلبيه ولا حاجه. بس انتوا عارفين بعد كل الحاجات اللي حصلت في البيت دي كان هيبقى نفسي لو بس اقدر اتمنى امنيه عشان كل حاجه ترجع طبيعيه تاني زي الاول، وده اللي فعلا بيحصل مع والتر. بس بيتمنى اغرب حاجه ممكن تشوفها في حياتك. الدور بيجي على والتر وبيلعب، بتطلع له المره دي ورقه ذهبيه شكلها فخم جدا جدا. بنعرف ان دي اكتر ورقه مهمه في اللعبه كلها ولازم يستغلوها باحسن طريقه، عشان الورقه دي بتقول انه كمان شويه هيعدي نجم ابيض لازم تتمنى قدامه امنيه وهو هيحققها لك مهما كانت. فولتر عمل ايه بقى؟ وقف قدام الشباك واتمنى الامنيه بتاعته، بس بدل ما مثلا يتمنى اللي هو يبقى بطل خارق عشان ينقذ البيت، او يتمنى مثلا اللي هو يبقى غني عشان يقدر يشتري قصر بدل البيت اللي اتدمر ده، قرر اللي هو يتمنى انه يرجع كورته الضايعه. بص انا فاهم اللي هو طفل واي طفل بيحب العابه وبيبقى متعلق بيها، انا فاهم، بس الكلام ده لو طفل عايش على كوكب الارض مش طفل محبوس في الفضاء وممكن يموت في اي لحظه. مايك في الاخر بيقعد مع والتر بيقول له كلام مهم جدا، قال له اللي هو لعب اللعبه دي من 15 سنه قبل كده، وفي مره اتمنى ان اخوه يختفي ما يرجعش تاني بسبب اللي هم كانوا بيتخانقوا كتير. مايك وقتها ندم عشان ما قدرش يرجع اخوه تاني، فاللعبه وقتها عاقبته بانها تنفيه في الفضاء طول عمره. فولتر فاهم كلامه وبدا بعدها يعامل اخوه بطريقه كويسه. المهم بعدها ليزا اخيرا بتصحى من الغيبوبه اللي هي كانت فيها من غير ما تستغرب من اي حاجه حصلت في البيت. بترجع عادي تشغل السخان وبتدخل تستحمى عادي جدا اكنها لسه صاحيه من النوم. دلوقتي في مشكله كبيره، وهي ان نفس الكائنات الفضائيه اللي كانت موجوده رجعت تاني وخدوا اللعبه عشان ليزا شغلت السخان، وعشان يقدروا يرجعوا تاني لكوكب الارض كانوا لازم يرجعوا اللعبه ويكملوها للاخر. فحطوا خطه ان داني يتسلل السفينه بتاعتهم عشان جسمه صغير ويقدر يدخل جوه الاسانسير بسهوله، وفعلا نزل بسرعه وقدر يجيب اللعبه ويهرب من الوحوش. وبعدها قعدوا تاني عشان يكملوا اللعبه، والصدفه طلع لولتر كارت ذهبي، بس المره دي بيستخدمه صح. بيسحب الكارت وبيقف قدام الشباك وبيتمنى امنيه، بس المره دي بيتمنى ان اخو مايك يرجع له تاني. الامنيه بتتحقق فعلا، وبنلاحظ ان اخو مايك اللي اختفى هو نفسه داني. وات قصدك ايه يا علي؟ مش فاهم. يعني بنعرف في الاخر ان رائد الفضاء ده ما اسموش اصلا مايك، ده اسمه والتر. هو والتر الصغير
صغير بس من المستقبل، وان اللي حصل ده اتعاد كذا مره قبل كده. داني بيلمس داني وبيرجع للزمن بتاعه الاصلي، وولتر بيلمس ولتر وبيرجع للزمن بتاعه هو كمان. انتوا فاهمين؟ بتيجي سفن كتير بتهجم على البيت وبيلعبوا تاني لاخر مره. بيظهر لهم كارت مكتوب فيه ان خلاص ان هم كسبوا في اللعبه. بيظهر بعدها ثقب اسود بيسحبهم كلهم وبيرجعوا تاني لنقطه البدايه. بنعرف في الاخر ان رساله الفيلم معناه ان الاخوات لازم يحافظوا على بعض ولازم يحبوا بعض، عشان ما تعرفوش امتى البيت يتسحب للفضاء ويظهر لك وحوش من كل مكان ويحاولوا يقتلوك. شكرا عشان انت اتفرجت على الفيديو لحد الاخر. اعمل لايك لو لسه ما عملتش، اشترك عشان نوصل ل 60,000 مشترك في اقرب وقت ممكن. اشوفكم في فيديو جديد. سلام.